السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة بقى أنا هعمل معاكم طريقة الفطير. أنا عند ماما النهاردة وهي قالت لي بقى نعمل فطير النهاردة، فحبيت أصور لكم الطريقة وإزاي إن احنا بنعمل فطير. إن شاء الله الطريقة تعجبكم، والطريقة سهلة ومبسطة جدا. الفطير الفلاحي، الفطير المشلتت الجميل ده هنعمله سوا مع بعض، وان شاء الله اليوم كده عند ماما والطريقة تعجبكم. واتفرجوا بقى على الفيديو كده وشوفوا. انا كنت دلوقتي كده بسوي واحدة في الفرن وصورتها لكم كمان وهي شكلها في الفرن كده كان شكلها جميل جدا. حبيت ان انا اصورها لكم كده في اول الفيديو. ودلوقتي بقى نروح للطريقة ونشوف هنعمل ايه. دلوقتي احنا جبنا الدقيق. دلوقتي ماما بتعجنه. دلوقتي هتحط المية، فحبيت اصور لكم الاول كده. ده اول ما عملنا خالص كان الدقيق نخلناه، ودلوقتي ماما بتعجنه بالمية في الاول كده. انا بصور لكم كل حاجة، يعني ما حطناش اي حاجة على الدقيق خالص، هي يا دوبك المية والدقيق والخميرة دول اللي هي حطتهم في الاول كده. بعد كده تبدأ تقلبه وتعجنه كويس، وهنشوف دلوقتي الخطوات كلها في الفيديو. عايزين نبدأ الفيديو كده بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، عشان ربنا يبارك لنا في حياتنا وفي أعمارنا وفي كل حاجة بنعملها. أهم حاجة الصلاة على النبي. زي ما انتوا شايفين هي برضو هنا في دقيق كده، فده اللي هي هتعجن عليه. ولو عايزت منه برضو ده اللي هي هتقرص عليه يعني. ولو عايزت منه تكمل على العجين بتاخد، زي ما انتوا شايفين كده هتاخد برضو شوية مية عشان تكمل عجن في الفطير. اهم حاجة في الفطير ده لازم أن تكون العجينة بتاعة الفطير طرية معاكي عشان تعرفي تفرديها، ما تكونش اللي هي جامدة او لابسة كده. لا، لازم تخليه طري، العجينة طرية معاكي، ايه تعرفي تشتغلي فيها كويس. لحد دلوقتي كده احنا محطناش عليه اي حاجة، على العجينة دي اي حاجة غير الخميرة والدقيق وحبة سكر بس اللي حطيناهم على عجينة الفطير. مفيش اي حاجة تانية حطيناها. دلوقتي انا كنت بزود لماما مية كده، فدلوقتي في معانا اللي حابب يعني واللي عايز يعملها يعني. انا بحب احط عليه فانيليا، بتديله طعم حلو وريحة حلوة كده في الفطير. فاللي حابب عادي مفيش مشكلة، واللي مش حابب خلاص تعمليه بالطريقة اللي انت بتعمليها او من غير فانيليا خالص. فانا حطيت له كده علبة فانيليا واحدة على العجينة، بتخلي ريحتها حلوة، تدي لها ريحة حلوة وطعم حلو كمان. طعمها بيبان معاكي في الفطير، بتديله طعم حلو. دلوقتي خلاص ماما خلصت كده وهتبدأ تقطعهم، تشوف تعملهم كام واحدة. العجينة دي ما شاء الله تعمل معانا 5، تعمل معانا 5 فطيرات. فهي بتكورهم بقى كور كبيرة كده وتسيبهم لما يخمروا كويس ونبدأ نشتغل فيهم. زي ما انتوا شايفين كده خلاص عملناهم 5 فطيرات. زي ما انتوا شايفين كده هنبدأ بقى نشتغل فيه. انا ما سرعتش الفيديو ولا عملت فيه تسريع ولا تجريع الفيديو خالص، سايباه زي ما انتوا شايفين كده عشان تشوفوا الخطوات على البطيء وازاي احنا بنفرد الفطير. بنبططه الاول كده وبعد كده نبدأ نشتغل فيه ونفردوه. فانا سايبه مرضتش ان انا اجري الفيديو عشان كل حاجه تبقى واضحه قدامكم كده. دلوقتي بنجيب الفطيره بقى نفضل نبطط فيها كده زي ما انتوا شايفين ماما بتعمل ازاي. ده كده الطريقه الاولى لعجن الفطير، يعني الخبيز الفطير. هنفضل نبطط عليها كده
وبعد كده نشتغل بقى بالنشابة ونبدأ نفرد فيه زي ما انتوا شايفين كده. هنبدأ برضو نفرده خالص لحد ما نخليه ينزل من على حروف الطبلية دي. هنشتغل دلوقتي انا وماما هنعمل سوا. فهنفضل بقى ان احنا نفر فيه كده، او ان احنا نمشي عليه النشابة كده عشان خاطر ان احنا نفرده كويس لحد ما ينزل من حروف الطبلية كمان. وساعات بتبقى اكبر من كده كمان، يعني تعدي الحروف كمان واكتر. كل ما كانت كبيرة معاكي كل ما تطلع النتيجة حلوة وتطلع معاكي رقيقة وكمان مورقة. دلوقتي بقى الفطيرة كبرت زي ما انتوا شايفين كده. هقوم بقى دلوقتي مع ماما، لازم نكون احنا الاتنين بنعمل سوا عشان خاطر نفردها اكتر من كده. فبعمل معاها دلوقتي ونحاول بقى ان احنا ننزلها من على حروف الطبلية عشان نبدأ ان احنا نرحها مع بعض كده قصاد بعض عشان تدينا السمك اللي احنا محتاجينه، تكون رقيقة جدا. فلازم نشتغل احنا الاتنين قصاد بعض كده. هتشوفوها دلوقتي ما شاء الله تبقى حلوة قوي. اللي احنا بندقه ده دي مسامير في الطبلية، فكانت بتبوظ معانا العجينة، فبندقها كده عشان خاطر ما تبوظش معانا الفطيرة واحنا بنشتغل. دي طبعا السمنة البلدي زي ما انتوا شايفين كده، اللي احنا هنشتغل بيها دلوقتي. بقى احنا دلوقتي خلاص خلصنا الفطيرة، هنبدأ بقى ان احنا نفرد فيها كده ونرش عليها السمنة دي اللي انتوا شايفينها. دي سمنة بلدي ما شاء الله، ماما لسه مسيحاها دلوقتي. وطبعا دي اللي هنشتغل بيها عشان نعمله بالسمنة البلدي كده، بتديله طعم حلو قوي وتخلي طعمه وريحته حلوة وجميلة جدا زي ما انتوا شايفين كده. نبدأ بقى ان احنا ننزلها من كل الاتجاهات كده عشان ترق معانا وتبقى رهيفة كده. وبعدين ايه تدينا طبقات رقيقة زي ما انتوا شايفين كده. لما بنعمل الحركات دي بتخلي العجينة ترق معانا. هنحاول بقى ان احنا ننزلها من كل الاتجاهات كده عشان خاطر العجينة تبقى رقيقة معانا. شايفين بننزله ازاي؟ هنبدأ بقى نرش عليه السمنة ان احنا نمشيها عليه كله كده عشان خاطر دي اللي هتدينا التوريقة، ما تخليش العجينة تلزق في بعضها، وكمان تدينا التوريقة اللي هنشوفها دلوقتي في الفطير. هبدأ كده ان انا ادهن بقى بايدي كده عشان اخلي العجينة كلها تاخد من السمنة. همشي ايدي على العجينة كده عشان خاطر اوزع السمنة دي عليها. بنقوم بقى كده وان احنا نرق برضو في العجينة شوية ونطبقها كده على بعضها، بس نخلي بالنا واحنا بنطبقها ان هي ايه ما تتنيش او تكشكش على بعضها كده عشان ما تديش التواني دي ما بتبقاش مستوية كويس في الفرن، وكمان بتدي شكل وحش للعجينة. فبنحاول برضو لو هي انتنت معانا ولا كده او كرمشت ان احنا نفردها برضو كويس. زي ما انتوا شايفين برضو كل طبقة احنا هنطبقها منها نرش عليها سمنة علشان خاطر تعمل توريقة معانا في الفطيرة، وكمان ما تخليش العجين يلزق في بعضه. دي بقى اللي بتدي معانا التوريقة في الفرن.
زي ما انتوا شايفين هاخد برضو الطبقة التانية كده، احاول ان انا افردها او نحاول ان احنا نفردوها انا وماما طبعا. فزي ما انتوا شايفين برضو هنجيب السمنة تاني وهنحاول برضو نفرد العجينة لو في كرمشة ولا حاجة، ان احنا نعدلها ونوزع السمنة على الطبقة اللي احنا طبقناها دي. زي ما انتوا شايفين الحمد لله مفيش اي كرمشة خالص. هنجيب برضو الطبقة التالتة اللي تحت دي اللي ماما بتفردها دي، وتقوم رايحين فردينها كده، ونحاول نعدل برضو اي تواني ولا حاجة نعدلها عشان خاطر ما تبقاش ايه مديها شكل وحش للعجينة، وكمان ما تكلكعش في العجينة. هندهن سمنة تاني برضو، كل طبقة بنطبقها وكده بنرجع نحط عليها سمنة. وبكده بقى تبقى انتوا شفتوا طريقة عجن الفطير، وكمان طريقة التبطيط والفرد بتاعته. دي كل الطرق اللي احنا بنشتغل بيها ما شاء الله. هي دي الطرق اللي انا بشتغل بيها في الفطير. عندي كمان طريقة تانية ممكن تعمليه لو انت لوحدك وكده وحابة ان انت تعملي فطير. عندي طريقة تانية سهلة جدا برضو بتعمليها وانت في المطبخ على الرخامة بتاعة المطبخ كده، تعملي برضو الفطير بشكل جميل جدا، وكمان هيطلع مع نفس التوريقة ويبقى حلو قوي. وكمان هتعمليه بالحجم اللي انت عايزاه، مش شرط تبقى فطيرة كبيرة كده. لو ما عندكيش مثلا طبلية او كده، لا ممكن تعمليها على ايدك بشكل جميل جدا، وكمان يبقى مورق ويبقى حلو قوي معاكي. وتعمليه احجام تتحكمي في الحجم بتاعه زي ما انت عايزه. هنزل لكم برضو الطريقه دي ان شاء الله قريب، هعملها معاكم ونعمل كده ايه فطير يبقى شكله جميل جدا. لو انت ما عندكيش الامكانيات ان انت تعملي فطير كبير زي ده، الطريقه اللي انا هعملها التانية طريقه جميله جدا برضو، وتقدري تعملي فطير جميل جدا في اي وقت انت عايزاه. مش شرط يعني مثلا عشان ما عندكيش طبلية او حاجة زي كده، لا هتعملي فطير حلو برضو. واستنوا مني الفيديو اللي جاي ان شاء الله، هنزل لكم طريقة الفطير التانية. بس انا حبيت اعمل معاكم بقى الفطير ده الفلاحي على اصله، يعني زي ما احنا بنعملوه في البيت، وكمان بكل الطرق زي ما انتم شايفين فاردينه برضو بالطريقة دي، والفطير الكبير ده. فحبيت ان انا اصور لكم فيديو من ده يعني، وفيديو للطريقة التانية. الطريقتين هيبقوا موجودين عندكم على القناة تشوفوهم في اي وقت، وان شاء الله يعجبوكم وتعملوا بنفس الطريقتين. بس هي بتبقى العجينة واحدة يعني ما بتختلفش، بس طريقة الفرد بتاع العجين هي اللي بتختلف بس. دلوقتي كده احنا شلناه بقى خلاص، بعد ما خلصناها كده حطيناها في صينية. هجيب بقى القشطة وابدأ ادهن في وشها كده، عشان خاطر ده اللي بتدي طعم حلو للوش، وكمان بتدي طعم حلو للفطيرة. القشطة دي قشطة فلاحي بقى، ده بقى الفطير المشلتت بقى زي ما انتوا شايفين. هدهنها كده كلها بالقشطة عشان تديها الشكل والطعم النهائي بقى، تخلي طعمها حلو قوي لما بتطلع من الفرن، وكمان بتخلي شكلها حلو. ودي كده كل الخطوات بتاعة الفطير. ودي بقى الفطيرة اللي انتوا شفتها في اول الفيديو وهي بتستوي في الفرن. حبيت برضو ان انا اسويها لكم كده في الفرن وتشوفوها، كان شكلها جميل جدا، وكمان كانت قابة كمان في الفرن. ده التوريقة بتاعتها حلوة، وهوريها لكم بقى لما تطلع من الفرن تشوف الطبقات بتاعتها والتوريقة مفيش ولا واحدة ماسكة في بعضها، وكمان الفطير رقيق جدا ومفكك من بعضه، مهوش ماسك ولا مكلكع، جميل جدا. هوريه لكم هتشوفوه دلوقتي. دي دلوقتي بقى جاهزة ان انا ادخلها الفرن، فهدخلها الفرن بقى ونكمل بقى الفطير سوا. شايفين ما شاء الله شكلها حلو قوي وجميلة، وكمان القشطة مخليها شكلها حلو وطعمها ولونها، يعني بصراحة كان الفطير ده حكاية ملهوش حل. زي ما انتوا شايفين كده هيدي وهي لسه في الفرن، بس طبعا كانت لسه ما استوتش، عايزة كمان شوية كده في الفرن، فبسيبها براحتها على نار هادية وبراحتها بقى. زي ما انتوا شايفين القشطة مخليها وشها شكله حلو ازاي.
ده بقى الفطير الفلاحي، الفطير المشلتت الجميل، بنعمله بالطريقة دي. طريقة جميلة جدا، والطعم حكاية والنتيجة حكاية برضو. هتشوفوا دلوقتي التوريقة هوريها لكم. دي بعد ما طلعتها من الفرن، ما شاء الله، يعني ايه، مورقة جدا وجميلة ورقيقة كمان. الطبقات بتاعتها رقيقة. كنت لسه مطلعها دلوقتي من الفرن بقى، هوريها لكم ونقطعها سوا كده وتشوفوها وتشوفوا التوريقة بتاعتها، وتشوفوا بقى الطبقات اللي احنا كنا دهنينها سمنة مورقة ازاي. ده بقى قعرها من تحت جميلة جدا بصراحة، زي الخشاف بتتكسر لوحدها. كانت لسه سخنة بقى، ماما ما كانتش عارفة تقطعها، فدلوقتي بقى تفتحها لكم كده من النص عشان تشوفوا التوريقة. دي اول طبقة وتاني طبقة، كل طبقة طالعة لوحدها ازاي اهيت. ما فيهاش اي كلكعة ولا حاجة، والفطير ما شاء الله مورق ومش مكتوم ولا حاجة، جميل ما شاء الله، حلو قوي. ودي الطريقة. يا رب تكون طريقتي دي عجبتكم. ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. يا ريت كل اللي بيتفرج على الفيديو ده يدعم الفيديو بلايك عشان يوصل لناس كتير والكل يستفاد منه. ويا ريت تشوفوا بقية الفيديوهات، فيديوهات جميلة جدا. متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، واللي يشترك في القناة يا ريت يفعل زر الجرس علشان كل ما انزل فيديو جديد او حاجة جديدة توصله على طول. ويا رب بقى تكون الطريقة دي عجبتكم. ده بقى باقي الفطير بعد ما خلصته كده، خلصنا كل الكمية اللي كنا عاملينها. حبيت ان انا اصوره لكم كده، ما شاء الله كان حلو جدا. وقضينا وقت حلو انا واخواتي، طبعا كنا هناك انا واخواتي عند ماما، فصورنا بقى كل اليوم كده، وكان يوم حلو وقضينا يوم حلو هناك. يعني كانت زيارة حلوة الحمد لله. فحبيت بقى ان انا اشارككم كده تصويري في الفطير. يا رب الفيديو ده يكون عجبكم. متنسوش تحطوا اللايك، واشوفكم على خير.